بص يا سيدي، زيادة الوزن والسمنة عمرها ما كانت بسبب حب الأكل على قد ما هي تفريغ مشاعر، حزن، ضغوط، ملل، فراغ، اكتئاب، غضب مثلا. فالواحد بدل ما يشوف حل أو يشغل نفسه بيروح ياكل حاجة دسمة أو حلوة. ده بنسميه الجوع العاطفي أو الجوع الوجداني. أول لما يحصل حاجة من دول على طول يفكروا في الأكل، يعني مش بياكلوا عشان الجوع. إزاي أتخلص من الموضوع ده؟ ركز معايا. كل 5 وجبات صحية كل يوم. لما تحس بالجوع العاطفي بلاش اجري على التلاجة على طول واكل. الهي نفسك بأي حاجة عشان تنسى الرغبة دي. انزل اتمشى شوية، اقرأ، او اتصل حتى بصاحبك. ممكن تاكل لبان او اشرب ميه كتير. كل دي حاجات ممكن تعملها غير الاكل. مارس الرياضة. ايوه، رياضة حتى لو هتنزل تمشي، مش عشان انزل في الوزن بس. الرياضة عامة بتحسن الوضع النفسي وبتقلل من نوبات الجوع العاطفي وتساعد على التغلب عليه. نوبة الجوع العاطفي بتستمر من 20 ل 30 دقيقة وتنتهي. خليها تعدي بسلام. انت مش مشكلتك في الاكل، المشكلة في طريقة تفكيرك وتعاملك مع الموقف. الحياة مليانة مواقف وحاجات هتضايقك. ما ينفعش كل مرة تجري على التلاجة على طول. لما باكل بسبب اي شعور سيء، ده مش هيغير الشعور اللي مضايقك او يحل مشكلة. انت كمان هتحس بالذنب، فتقرر ما تاكلش اي حاجة كعقاب. بعدين ما تقدرش تستحمل فتاكل اي حاجة قدامك وتفضل في نفس الدايرة دي على طول. المرة الجاية لما يحصل كده جرب حل من اللي قلت لك عليهم. بس يا سيدي.